وزي ما عمل الملك ضد ساوثهامبتون في الدور الأول وسجل هدفين أنقذ بيهم الفريق. بعد ما فرقة ساوثهامبتون كانت كسبانة 2-1 بيسجل صلاح وبينقذ الفريق، وبيكرر نفس السيناريو وبيسجل هدفين تاني في ماتش العودة بتاع النهاردة. ماتش غلس وفي وقت معفن وفي شوط أول أقل ما يقال عنه زبالة من لاعيبة ليفربول. التنين داروين نونيز ولويس دياز اللي بيقدم قرف الموسم ده. صلاح الموسم ده ضد ساوثهامبتون لعب ماتشين سجل 4 أهداف، أرقام قياسية كسرها الملك. وإيه اللي قاله بعد الفوز الجميل ده قبل ماتش باريس؟ ولقطة جميلة من الملك اتفاعل معاها كل جمهور ملعب الأنفيلد. وعلشان ما نتكلمش كتير خلونا في البداية نكسب ثواب الصلاة على سيدنا محمد. ولو حابب تدعمنا فاعمل لايك للفيديو ويلا بينا. سيناريوهات ان الكرة تخدمك والحظ يساعدك في كرة القدم، هو ده اللي بينجح الفرق الكبيرة. مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وريال مدريد في دوري الأبطال وغيره 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 من الفرق. لما بتكون عملت كل حاجة في البطولة بس جيت في الآخر وريحت في وقت صعب جدا وخلاص هتقع، تلاقي الحظ بيقف معاك وبيسندك. وهو ده اللي حصل مع الليفر في آخر ماتشين. ماتش باريس اللي التوفيق الكبير والحظ كان مع لعيبة ليفربول فيه، وبالرغم من أداء باريس الخرافي إلا إن الليفر سجل هدف الفوز اللي ما جاتش فرصته طول ال90 دقيقة لصلاح، وجات في الآخر فرصة لإليوت اللي سبحان الله كان لسه نازل قبل الهدف بدقيقة. وفي ماتش النهارده شوط أول زبالة من لاعيبة ليفربول، مفيش أداء، مفيش كورة، مفيش لاعيبة أصلا، فرص ضعيفة جدا. وبيسجل ساوثهامبتون هدف ضحك بعد خطأ من الدفاع ونحكشة كتير قدام أليسون، وبيخلصها لاعب ساوثهامبتون بهدف حلو. المهم لاعيبة الليفر بعد العبط اللي قدموه في الشوط الأول بيرجعوا الشوط الثاني نلم نفسنا بقى ونفوق شوية. الدقيقة 51 وبعرضية من لويس دياز بيحط فيها التنين داروين نونيز رجله وبيسجل الهدف الأول للليفر، والهدف اللي منه رجعوا في الماتش، هدف التعادل اللي من بعده بتتحسب ركلة جزاء. والمين؟ للتنين داروين برضه اللي قدم أداء زي الزفت في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني بقى غير، بالرغم من القرف اللي كان بيقدمه لأنه كان عاوز يتخانق مع الحكم وتحسه رايح يضربه، وصلاح منعه علشان ما يلبسش نفسه انذار ولا ياخد اي حاجه. محتاجينك يا اسطوره. محمد صلاح اتكلم عن نونيز وقال: انا دائما اتحدث معه لانه في بعض الاحيان يكون في حاله ذهنيه سيئه لكنه مهم حقا، نحن بحاجه اليه. لقد رايته ضد باريس، كان مهما حقا عندما دخل بديلا وصنع الفارق. دايما بتحس ان نونيز ده اخو صلاح الصغير المتهور اللي بينقذه من بلاوي كتير بيعملها. المهم نونيز بتتحسب له ضربه جزاء بعد ما شغل دماغه في الماتش ده أخيرا، وصلاح بيقف على التنفيذ. أرنولد بيمسك الكرة شوية علشان يبعد عنه لاعيبة ساوثهامبتون. صلاح بياخد منه الكرة في الآخر وبيدخل يسجل أول هدف للليفر، وبيكسر صلاح صيامه على الهدف رقم 26 قبل ما يسجل الهدف الثاني، الهدف اللي بيتقدمت كتيبة أرن سلوت على فريق ساوثهامبتون العنيد، اللي صلاح اتكلم عن الأداء ضدهم وقال: لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد اليوم، ربما في الشوط الثاني، لكن في الشوط الأول لم نلعب جيدا على الإطلاق. إذا كنت تريد الفوز بالدوري أو دوري الأبطال فيجب عليك الفوز بهذا النوع من المباريات. صلاح عنده حق إنهم كانوا وحشين في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني بيرجعوا، والهدفين اللي سجلهم من ضربتين الجزاء ادوهم 3 نقط غاليين علشان يأمنوا الصدارة ب70 نقطة. وصلاح بيسجل الهدف الثاني ليه في المباراة، والهدف رقم 27 في الدوري في مباراة لعبها صلاح لآخرها وهو صايم، وربنا بيكرمه وتعبه بيتحول لأرقام قياسية. صلاح بيكسر الدوري الإنجليزي حرفيا على أساطيره وبيمسح أسامي كل اللي كانوا قبله. عمرك كنت تتخيل في يوم من الأيام إننا نشوف لاعب مصري ضمن أول 3 هدافين في تاريخ نادي ليفربول؟ عمرك كنت تتخيل في يوم من الأيام إننا نشوف لاعب مصري ضمن أول 3 هدافين في تاريخ نادي بحجم ليفربول؟ كنت تتخيل إننا نشوف لاعب مصري هو أكتر واحد ساهم بأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي في موسم من 38 مباراة ب44 هدف؟ كنت تتخيل إننا نشوف لاعب مصري هو أكتر واحد ساهم بأهداف في تاريخ ليفربول في البريمير ليج في موسم واحد بنفس الرقم؟ كنت تتخيل إننا نشوف لاعب مصري هو الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي؟ كنت تتخيل إننا نشوف لاعب مصري 5 هداف في تاريخ البريمير ليج وفاضل له 4 أهداف بس ويبقى الرابع تحت أساطير زي شيرر وهاري كين وروني؟ كنت تتخيل إننا نشوف لاعب مصري هو أكتر لاعب مساهم بأهداف في أوروبا كلها ب54 هدف ومرشح للبالون دور؟ صلاح اتكلم عن رقمه القياسي وقال: كنت أعرف هذا الرقم القياسي، لم أفكر في هذا الأمر أثناء اللعب، إنه سجل جيد. سيرخيو أجويرو أسطورة هنا. بعد المباراة بيتوجه لواحد من لاعيبة ساوثهامبتون اللي ما شاركش في المباراة واللي كان طلب منه التيشيرت قبل الماتش. اللي قبل المشهد ده أغلب لاعيبة ساوثهامبتون كانوا بيطلبوا من الأسطورة صلاح التيشيرت، لكنه كان بيعتذر ليهم علشان زميلهم اللي ما شاركش وطلب منه التيشيرت قبلهم. ولما صلاح راح يديه التيشيرت بعد المباراة اللاعب كان ناوي ياخده ويمشي،
لكن صلاح فاجئه وطلب قميصه هو كمان، دليل على الاحترام المتبادل. صلاح بيعمل كل حاجة الموسم ده حتى وهو في أسوأ أحواله، بينتقدوه برضه وبيحاولوا يوقعوه لو شافوه في ماتش ما سجلش أو ما صنعش، بالرغم من إنه بيبقى قبلها مكسر الدنيا، ولكنه برضه مش شايف حد قدامه، ماشي في طريقه وبيعمل اللي عليه. وبيرد على إذا كانوا جاهزين لباريس ولا لأ، وبيقول بشكل قاطع نعم نحن جاهزون. في النهاية كل الدعم لصلاح وكتيبة سلوت ضد كتيبة لويس إنريكي. مستني توقعاتكم لمباراة باريس. شكرا لكم على المشاهدة ومع السلامة.